مساء الخير وأهلا بكم في قناة الشأن السياسي. اليوم نفتح واحد من أخطر الملفات التي يعيشها المغرب حالياً: شلل المحاكم واستمرار تعثر الجلسات في ظل صمت حكومي يثير الكثير من الجدل. هل نحن أمام أزمة عابرة داخل قطاع العدالة، أم أمام تحول عميق قد يؤثر على ثقة المواطنين في المحاكم؟ لمناقشة هذا الموضوع نستضيف الأستاذ رشيد آيت بالعربي، عضو هيئة المحامين بالقنيطرة، في حوار صريح ومسؤول مع الصحفي حميد المهداوي حول خلفيات الأزمة، أبعادها القانونية والسياسية، ومآلاتها المحتملة. ابقوا معنا. هناك جهات ما في الدولة متضررة من صوت المحامي داخل الجلسة، وباش نكونوا أوضح في ملفات بعينها، اللي هي في ملفات اللي كتكون الدولة فيها طرف، في ملفات اللي كتكون ناتجة على سياسة مال الدولة. نتكلموا على الملفات ديال حراك الجزائر مثلا، وقفنا على تعسفات، خاصة وهذه النقطة مهمة وأساسية، خاصة أن السيد النقيب الشعبي وكذلك السيد النقيب درميش، مع كل احترامي لهما، هما أعضاء مجلس دابا، هما طبعا أعضاء مجلس في هيئة الدار البيضاء. إذا نتوما كتجيو تعبروا المجلس ديالكم اللي هو مجلس هيئة الدار البيضاء اختار أن ينصاع إلى نبض المحامين. مرحبا بإيش باش ما بغيتي إيش أنت كنت شهيد عيان على ديك مجزرة إيش. بغيت غير نسولك فين وصل داكشي، درتي شكاية قالوا لي؟ واش نقول لك، حطينا الشكاية سي حميد. حطيت أنا في نوفمبر، بقات عند السيد وكيل الملك لمدة ديال قنيطرة، لا السيد وكيل الملك ديال الحكام تاعي بريباط الرباط، بقات أكثر من شهر. مرحبا بكم في هذه الحلقة. شلل المحاكم مستمر، ورئيس الحكومة يواصل صمته تجاه واحدة من أخطر الأزمات التي عرفتها العدالة المغربية. في هذا الإطار نستضيف عضو هيئة المحامين بمدينة القنيطرة، رشيد آيت بالعربي. سي رشيد، مرحبا بك. شكرا سي حميد، وشكرا لكل المنابر الإعلامية التي تبذل مجهودات جبارة من أجل توعية الرأي العام الوطني حول الأزمة التي تعيشها العدالة في المغرب. مرحبا سي رشيد. سي رشيد، نبداو بهذه النقطة هذه اللي غريبة الغرائب. طبعا لا يخفى عليك أنت كرجل قانون المهمة يعني الدستورية ديال رئيس الحكومة كرئيس سلطة تنظيمية، كرئيس للإدارة المغربية، يعني المشرع طالع مهام مهمة جدا. اليوم المحاكم المغربية يعني شلل شبه تام، الملفات كتأجل، حقوق الناس كتضيع، خصوصا اللي عندهم الجنايات، اللي مساكن كتسناهم أحكام قاسية، المصالح الناس، الملاير، الشركات، هلم جرى. الغريب في الأمر، احنا ما عرفتش دابا وقيلا راه شي شحال من أسبوع دابا هذه الأزمات، مرفق عام حابس ورئيس الحكومة أين هو؟ كيف ما قلت سي حميد، المحامون الآن يدخلون في الأسبوع الخامس من الإضراب. الأسبوع الأول عرف التوقف لمدة يومين، الأسبوع الثاني عرف التوقف لمدة يومين، الأسبوع الثالث والرابع كان فيه التوقف طيلة أيام الأسبوع. دابا الآن نحن في الأسبوع الخامس، والحكومة أو رئيس الحكومة غائب بشكل تام، وكأن موضوع العدالة، وكأن التوقف، وكأن الشلل العدالة، وكأن السكتة القلبية التي أصابت العدالة لا تهمه في شيء. هذا يؤكد أمرا واحدا، بأن هؤلاء ينظرون إلى العدالة وكأنها شيء ثانوي في هذه البلاد، لكن الحقيقة ليست كذلك. إذا كانت لهم عدالتهم التي يستعملونها للوصول إلى أو المطالبة بحقوقهم، فجزء كبير من الشعب المغربي ينتظر عدالة المحاكم، ينتظر عدالة يشارك فيها المحامي بشكل كبير. للأسف هذا الغياب هو غياب غير مفهوم، وماشي غير في هذا الموضوع، بل مواضيع أخرى نلاحظ الغياب ديال الحكومة. سي رشيد، خليني نطرح لك واحد السؤال في نفس السياق. طبعا اليوم كنمروا بواحدة من يعني أفظع الأزمات والمخاطر كتعلق بالفيضانات. تصور في أي دولة في العالم، تصور كتكون الفيضانات والناس مهددة في أرواحها، والناس مهددة في رزقها،
والناس مسكينه كتعيش الخوف وكتعيش الهلع مثلا في الفيضانات. موازاة هذا الشيء، المحاكم حابسه، تصور الناس متقاضين، عرفتي شحال المصالح ضايعه. موازاة هذا الشيء عاوتاني واقع ديال الصحافه، الاجور. انا بغيت نسولك في هذا السياق، هذه الخطوه ديال العزيز اخ نوش ديال الترجله من الصهوه ديال الحزب الاحرار، واش هل من المنطقي رئيس الحكومه اللي كيدبر شأنها في وضع بحال هذا، المحاكم حابسه، الفيضانات محاصرنا من هنا، الوقع ديال الصحافه، واش هذه الخطوه اللي تاخذ واش ما كانش؟ لان ملي كنكون رئيس حكومه وكيكون فرحان والوقت غدا مزيانه كيكون حتى الحماس في الخدمه حتى النشاط. واش هذا الوضع اللي خداه واش ما تاثرتش البلاد سيرتو في هذه اللحظه اللي كان انه اختار يمشي في حالاته؟ طبعا السي حميد، ملي كنتكلموا على مرفق العداله راه ماشي اي مرفق. مرفق العداله والتوقف ديالو لهذه المده كامله راه ما كيمسش فقط المصالح المحامين او مهنه المحاماه او المتقاضين كمتضررين، بل يمس صوره الدوله هذا هو بشكل عام. هذا هو الخطير، يمس صوره الدوله بشكل عام. اللحظه اللي كنكونوا في هذا النوع من الاحداث او هذا النوع من الازمات ما كنبقاوش نفكروا فيما يمكن القيام به على المستوى الحزبي، كنفكروا في مصلحه البلاد اولا، ومصلحه البلاد اظن بانها مهمشه في هذه المرحله بالضبط. نسولك رشيد، نعم. مادام مصلحه البلاد، عندنا مشاكل ديال الفيضانات، عندنا مشاكل ديال الصحافه، عندنا مشاكل على صعيد وحدتنا الترابيه الان، الخصوم الحمد لله يعني عندنا مشاكل لا حصر لها، وربما القادم لا قدر الله اسوء ما بعد تنجلي هذه الغمه ديال الفيضانات. عمليه البناء والناس مساكين اللي مشى لهم رزقهم، وغتكون مشاكل اقتصاديه طبعا ان شاء الله غادي نتغلبوا عليها بالتضافر ديال الجهود الجميع. انا اسولك في وضع كهذا ما الحاجه على انك طاول على واحد القلاده ولا واحد بحال شي وليد محامي يمكنلكش تفصلوا على جوج خاصيات، جوج مبادئ، الاستقلاليه والحصانه. بلاد بحال هكا علاش مشيتي للحصانه؟ بغيت نعرف شنو هي الخلفيه، باغي يحيد لك ما تبقاش محصن. واش كان المشكل مطروح في المحاكم ولا ما الحاجه؟ هذا هو السؤال اللي كنت كننتظر طبعا السي حميد. ما الداعي الى التقليص من الحصانه؟ شنو هي؟ قبل ما نقولوا شنو خصو يدار نتكلموا ما الداعي. انت مثلا في الماده 77 من المشروع كانت واحد النقطه سابقا في الماده 58، هو ان المحامي لا يمكن اعتقاله بسبب ما قد ينسب له من سب او قذف او اهانه ناتجه الاقوال او الافعال التي يمكن ان تصدر منه خلال الجلسه. رشيد، باش الحوار كلشي يمشي معنا، حيت عندنا جمهور متنوع. نعم. هي كلمه حصانه باش الناس كلهم دابا كي اللي يتفرج فينا الله يحسن كي شنو هي، باش ما معنى حصانه، ما لهم معلوم الوزير شنو هي كلمه حصانه؟ الحصانه هي واحد الامتياز اعطاها القانون المحامي وجميع القوانين في العالم. ما كاينش شي قانون كينظم المحاماه ما كيتكلمش على الحصانه ديال المحامي خلال الجلسه. ما تسبش. شنو هي الحصانه ديال المحامي خلال الجلسه؟ هو ان المحامي اثناء المرافعه بمناسبه الدفاع عن الموكلين ديالو او المؤازره ديالهم كيقد يصدر من على لسانه واحد الكلام او لا واحد الفعل كيمكن تكون فيه اساءه لجهه غير مقصوده. غير هنا كيقول لك يا ودي المحامي ما يمكنلوش يتعتقل. انت كتحذف وكتقلص من هذا الجانب. ثانيا حنا اللحظه اللي كنتكلموا على الحصانه، واش حصانه كحق للمحامي؟ الحصانه حق لي المتقاضي اللي كندافع عليه. الحق ما يمكن ليش ندافع على واحد المواطن او متقاضي باريحيه تامه وانا مرعوب وانا متردد وانا متلعثم وانا احسب كلامي بواحد الشكل كبير، غير عاوتاني باش ما يتفهمش كلامنا خارج السياق ديالو. راه اللحظه اللي كنطالبوا بالحصانه ما كنطالبوش بالحصانه باش نجيو نسبوا القضاة او نسبوا النيابه العامه او نسبوا الخصوم ديالنا في الجلسه، لا، كنطالبوا بالحصانه باش تكون عندي واحد الهامش واسع باش ندافع على الموكل ديالي.
ولا اخفيك سرا السي حميد بان اكبر متضرر من تقليص هامش الحصانه هو المتقاضي. لماذا؟ لانه اللحظه اللي غتقلص وتقيد الحصانه ديال المحامي بواحد الشكل كبير، غدا انا كمحامي غنمشي ندافع في الحدود الضيقه اتعابير. انا شديتها بيرويه مخلص، ولكن السيد ما دافعش. علاش غنجي ندابز انا خويا؟ على ودك علاش انا غنجي نتقاتل مع القاضي اولا مع النيابه العامه اولا مع المحامي الخاص؟ غنجي ندافع بحدود ضيقه في حدود الامكانيات اللي عطاها لي القانون ونمشي في حالي. شكون اللي غيضر؟ غيضر المواطن، لانه المواطن كون متاكد السي حميد علاش كيلجا للمحامي؟ راه ماشي طوعا او اختيارا او ما لقى ما يدير بالفلوس، لا، كيشوف راسو ما قادش يدافع على راسو، اولا لا على مستوى القانون، ثانيا على مستوى بعض ما يمكن ان يطرا خلال الجلسه. باش نكون واضحين السي حميد، الحصانه كتكون على المحك في ملفات اللي كيكون فيها نوع من الهجوم على المتقاضي او نوع من التعسف على المتقاضي. واضح. انا باقي عندي السؤال بطريقه نكمل هذه النقطه بالدرجه الاولى. لا في هذا السياق وكملها. نعم. انا رشيد بصح ماشي كنبالغ. نعم. انا حائر وبصح كمتتبع لهذه القضيه ديالكم وهذا الشيء باقي ما لقيتش جواب لسؤال. انا عشت في المحاكم على راسي. نعم. وشفتكم. نعم. والمغاربه مزيان تذكروا هذا الشيء. وكنشوف كتكونوا كترافعوا والمحامون اللي زعما معروفين بالجهر ديالهم وبالدفاع تصور كنتم راجعين نتوما خارجين ما كتعطيوش الظهر ديالكم. تصور الظهر ديالكم ما كتعطيوش القضاء. نعم. في هذا الوضع ديال دابا نعم. كنتم راجع. انا واش عمرك كنتم راجعين باللور احتراما للقضاء. نعم. وحضرت انا في اكثر من مناسبه. نعم. عرفتي القاضي كينهصر المحامين والمحامون ماشي كنقص لك من نعم. تيتعاملوا كاين احترام. باقي كنطرح عليك سؤال، ما الداعي لهذا المس بالحصانه وانا عشت هذه الاجواء؟ واش كاين شي تغول؟ واش كاين شي قضاة وقع لهم شي حاجه؟ مالهم علاش بغاو يقيسوا الحصانه؟ انا نقول لك اكثر من ذلك السي حميد. واش عندنا احصائيات فوالا ديال انه محامين تهجموا على القضاة او سبوهم او قذفوهم اثناء الجلسه؟ ما كايناش، لانه كاين الاحترام التام لدرجه في بعض الاحيان حنا الموكل ديالنا الى تجاوز بعض المرات حدود الاحترام للقاضي حنا كندخلوه صحيح وكنرجعوه صحيح لجاده الصواب. لان القاضي يحترم، لان القاضي في مصر لا يمثل نفسه صحيح. بل يمثل القضاء. العداله. نائب وكيل الملك او نائب الوكيل العام لا يمثل نفسه بل يمثل صوره القضاء. هذه صوره القضاء يجب ان تصان، والمحامي اول من يدافع على صيانه صحيح الصوره الواجبه للقاضي او الصوره المتطلبه للقاضي. هناك انت المحامي شكون اللي غيحميك؟ القاضي طبعا، شارك المتقاضي طبعا يقاول عليك طبعا. انا كل مصلحتي يبقى قاضي مقر. القاضي او القضاء وجد ماشي فقط لحمايه المتقاضي او لحمايه خصم المتقاضي اللي هو يكون متهم مطالب بحق مدني او لا مدعي مدعى عليه، بل وجد لحمايه المحامي ولحمايه الوزير ولحمايه حتى القاضي نفسه اللحظه اللي كيكون فيها طرف في الدعوه. اذا هاد الناس كاين داك النص اللي كيشكل واحد الغطاء ديال المحامي في الجلسه باغي ينقصوا من المنسوب الحصانه. فين الحصانه تما تقاست؟ انا نقول لك في الحصانه تقاست باش ما نبقاوش الحصانه شرح لنا شنو هي الحصانه. الحصانه باش نزيدوا على حساب الفهم باش الناس نقربوا. الحصانه هو ان انت محامي اللحظه اللي كتوقف قدام القاضي وتقدم على ذاك السيد اللي كتنوب عليه. نعم. خاص تكون عندك واحد الحدنه باش تعبر كل ما قيدوا كل ما ادوات ديال الدفاع غتضعف باش توصل للحقيقه وتدافع عليه بقوه تكون مرتاح، غير ما تسبش وما تقذفش. نعم. هادو جوج الحوايج. نعم. راني دابا في النص اللي جايبه الحكومه. نعم. فين مستكم الحصانه؟ مست الحصانه اولا هذه الماده 77 اللي كتحل محل الماده 58 كتحذف مثلا السب او القذف او الاهانه من المشتملات اللي ديال الاعتقال، لانه كاين النص الجديد كيقول لك لا يمكن اعتقال المحامي بسبب ما قد ينسب له من اقوال او كتابات. حذفت السب والقذف والاهانه. السب والقذف والإهانة المحامي لا يدافع عن السب والقذف والإهانة داخل الجلسة،
في مواجهه قاضي او في مواجهه النيابه العامه او في مواجهه الخصوم او في مواجهه كتاب الضبط او في مواجهه كل اطراف العمليه القضائيه. ولكن حسي حميد المفهوم ديال السب والقذف او الاهانه هو مفهوم واسع فضفاض. انا اللحظه اللي مثلا غير الرد على القاضي بطريقه ما يقول لك لا هنتيني، غير رفع صوتي غيقول لي هنتيني، غير نشوف فيه بواحد الصوره مثلا نبدل ملامح الوجه ديالي يقول لي هنتيني. دابا لكم الاهانه لا حيدوها من موجبات الاعتقال. اذا غدا انه المحامي كيجي ينوب على مواطن يمكن لقى راسو ضحيه اعتقال. علاش؟ لانه القاضي دابا الاهانه في الوضع السابق الا مثلا طليتي ما كانش هاد الاهانه ما كانتش من موجبات الاعتقال. دابا تحذفت يعني ممكن تكون من الموجبات ديال الاعتقال في الجلسه. كيفاش انا غنولي ندافع على الموكل؟ كثير من المرات تكلمنا مع القضاة رغم الاحترام لهم، تكلمنا مع القضاة بنبرة حاده، تكلمنا مع النيابه العامه بنبرة حاده، واحتجينا بلغه او باخرى على ان النيابه العامه تعسفوا مثلا في حق الموكل ديالنا. الان غدا ما يبقاش يمكن لك تقولها. علاش؟ الا قلتيها غنوليو غدا انك راه ربما في سب، وربما يتم التكييف ديالها قذف، وربما يتم التكييف ديالها اهانه في اسوأ الاحوال او في اضعف الاحوال. كثيرا في كثير من المرات وصل للدرجه ديال الصراخ بيننا وبين النيابه العامه لمستويات قياسيه. ولكن رغم ذلك لانه كاين حصانه ما كتكونش مشاكل اثناء الجلسه، ولكن مباشره بعد انتهاء الجلسه وتعود الاجواء الى هدوئها يعود الاحترام والعلاقات الاخويه والعلاقات ديال الزملاء بين القضاة المحامون. علاش هاد الناس شكون واضحين السي حميد؟ خصها تكون الرساله واضحه. هناك جهات ما في الدوله متضرره من صوت المحامي داخل الجلسه. وباش نكونوا اوضح في ملفات بعينها اللي هي في ملفات اللي كتكون الدوله فيها طرف، في ملفات اللي كتكون ناتجه على سياسه مال الدوله. نتكلموا على الملفات ديال حركه الجزائر مثلا، وقفنا على تعسفات، تحدثنا وفضحنا الخروقات في الجلسه. صافي. اذا هنا هذيك الجهات كتقصح. اذا الملف حركه الريف شوف شحال فتحت في متابعه للمحامين، متابعه تاديبيه. اذا هذا النوع من الملفات كنلقاو ان المحامون كيتصداو للخرق، كيتصداو للتعسف. داك الشيء علاش كتلقى ان الحصانه، حيت الحصانه باش نكونوا واضحين ما كتضروش فيها في الملفات العاديه، ملف الكلام، ملف النفقه، ملف البيع والشراء، ملف ديال شيكات الرصيد، ملفات ديال النصب، ملفات ديال العاديين. ما كيكونش مطروح هذا الاشكال ديال الحصانه. كاين اللحظه اللي كيكون التعسف، اللحظه اللي كيكون خرق القانون. انا عبد ربي احركت لي متابعه تاديبيه بناء على ماذا؟ بناء على احتجاجي على السيد وكيل الملك في مكتبه لخرقه القانون في حق واحد الموكل. بحالاش خرق؟ شنو دار؟ خرق ديال انه كانت واحد شكايه ديال انتزاع حيازه عقار، وكيل الملك دار واحد الاجراء تعسفي، انا اعتبرته تعسفيا ومشيت خاطرت السيد وكيل الملك كنقول له هذا اسمح لي راه تجاوزتوا حدود القانون. كيرسم عليكم القانون كيعطي السيد وكيل الملك او النيابه العامه الحق في الاشراف على البحث التمهيدي والحق في المتابعه، ماشي الحق ديال اعطاء الامر للضابطه القضائيه لافراغ مواطن من مسكنه او من العقار الذي يتواجد فيه لمجرد وجود شكايه. غير شكايه غير شكايه وكيل الملك عطى الامر للضابطه القضائيه بافراغ داس في الرغوب الدوسوارت بناء على شكايه. بناء على الشكايه. هذه واقعه في 2014. وخواو طبعا. واش كنحتج على وكيل الملك كنقول له هذا خرق قانون. طبعا وكيل الملك ما يعجبوش نقول له هذا خرق قانون، قال لي انا كنطبق القانون. قلت له هذا قانون الغاب ماشي قانون مصر الجايه. هذه كلمه قانون الغاب تبيع تاديبيا او تبيع اجراء تاديبيا وصفتي اجراء لحسن الحظ ديالي انه مشينا ولقينا القضاة تفهموا واعتبروا ان الامر مشمول بحصانه الدفاع، واعتبروا ان من حق المحامي ان يحتج على خرق القانون. دابا هذه ما تقولهاش دابا قانون الغاب هذه دابا ما يمكنلكش غدا تقولها. ما يمكنلكش تقولها بهذا التضييق اللي كاين، هذا التوجه اللي غادي فيه ما يمكنلكش تقولها. انا اتصل بيا السي حميد في احدى الحلقات اللي كنا كنناقشوا فيها المشروع قانون الميناء وطرح البدايه ديال الجدل حول القانون، اتصل بيا موكل
اتصل بيا موكل سي حميد وهذه الرساله باقي عندي، اتصل بيا مع 12 الليل كيقول لي الاستاذ عيت بالعربي واش مع هذا المشروع القانوني او القانون اللي خرج واش كنتي غتدافع عليا بديك الطريقه السابقه؟ قلت لي طبعا ما غيمكنليش. هو قال لي نتمنى ان ملف يدوز في المرحله الاستئنافيه لانه كان متابع في ملف جنائي وصدر في حقه حكم البراءه. ولاحظنا في خلال المحاكمه ان هناك اشياء ليست في ان هناك بعض المبالغه من طرف النيابه العامه في المناقشه معه. اسمح لي رشيد. وكيقول لي كنتمنى ان ملف يتحكم في المرحله الاستئنافيه قبل ما يولي هذا قانون. علاش؟ لانه متاكد بانه ما نقدش ندافع عليه بنفس الطريقه الى خرج هذا القانون الحيز التنفيذي. رشيد غير تسمح لي لانك تفضلتي بواحد المعلومه في غايه الاهميه، وحنا في هذه القناه دائما كتكون شي فكره مهمه كان مزيان كنعاودوها باش الجمهور يركز. قلتي فكره خطيره وقويه بزاف. بالنسبه لكم انتم الخلفيه المحركه ديال محاوله ايجاز على الحصانه ديال المحامي هو انه الدوله ما كتكون فيها طرف او جهات داخل الدوله، لانكم عشتوا في ملفات دارت اجراءات جهات ما ولا كذا، انتم دافعتوا باستماته وعريتوا على الخروقات القانونيه اللي شابت ممكن ديالكم. فالناس كيقول لك علاش هذا المحامي يبقى يفضح لي بحال هكا، راه نضلقموا راه نروضوا باش يولي بحالو بحال باقي القطاعات والفئات. نعم. دونك خليني انا باش من بعد نبقى نخدم كيما بغيت مرتاح. الناس باغيه تخدم في راحه، هذا هو الاصل. هادشي علاش الحصانه بشارتكم. نعم سي حبيب، خطير هادشي علاش كاين الحصانه، لانه اللي انا كمحامي انا كنمارس دابا اكثر من 20 سنه. ملفات بعينها هي التي كنا فيها في حاجه ماسه الى حصانه المحامي، ماشي في جميع الملفات. وديك الملفات كيكون فيها الظلم ويكون فيها التعسف. اذا كنكونوا في حاجه ماسه باش نمارسوا، لانه السي حميد ما نساوش ان المحامي عندما يلج اول يوم في مهنه المحاماه يؤدي قسم. هذا القسم هو المنصوص عليه في ماده 12. يؤدي القسم من اجل ماذا؟ من اجل ممارسه مهنه المحاماه بنزاهه وضمير. واش الا ما كانتش عندي النزاهه، واش ما عنديش حصانه على نمارس المهنه بنزاهه وضمير؟ ما النزاهه راه ما نربطوهاش غير بالرشوه والسمساره والوساطه اللي كتنخر او اللي كتكون احيانا كتشوف بعض الممارسات ديال بعض المحامين. لا، النزاهه هي اني اللحظه اللي نشوف الموكل ديالي يتعرض للتعسف يجب ان ادافع عليه باستماته بنزاهه وبشرف وبكرامه. حل معايا واحد اللوز. نعم. اي محامي كنستقبلو في اطار هذه المعركه باقي ما لقيتش هذا اللوز، باقي ما حليتوش. نعم. شنو هو هذا اللوز؟ دابا هذا وزير عدل، لو كان طبيب، لو كان مثلا استاذ من بعد غيمشي للجامعه، هو محامي، هو براسو غيترافع غدا وسط المحكمه، اذا هو غيتضرر من المس بالحصانه هو براسو. السؤال واش هذا الوزير غدا مقتنع ما عمره ما غيرجع للمحاكم بالتالي اللي عليه، وحتى ما كانش هو راه ولده محامي او عائلته ولا. دونك كيفاش هو غيشرع واحد التشريع ضد مصلحته هو غدا غيرجع للمحكمه؟ هذا التشريع لفائده من لفائده القضاة. الا جينا نشوفوه دابا بهذا المنطق ديال القاضي يبقى يدير ما بغا ولا النيابه العامه ما بغاش، كيفاش محامي عوض ما يشرع عليه مصلحه، ما نقولوش حتى مصلحته كمحامي، فائده العداله. ولكن حتى الا كان شي جهه ما باغيه هذا الوضع، حل معايا هذا اللغز رشيد. هو محامي علاش كيشرع ضد راسو؟ ما بغيتش، ما فهمتش لي هذه. هذا هو السؤال المحير. ما يميز وزير العدل في هذه المرحله بالضبط هو انه لا يشرع ضد مهنه المحاماه فقط، بل يحاول تأليب الراي العام على المحامين، وهذا هو الاخطر. فين بالك؟ انا اعطيكم جوج وقائع مثلا السي حميد، اللي هما واقعه اولى كيتحدث فيها على مفردة وردت في مذكرة للمحامي. شلشانة وشنشينو. شلشالة وشنشينو. شلشالة. سي حميد، هذا محاولة بئيسة لاختصار مهنة المحاماة في مذكرة أو في مفردة في مذكرة. المحامون السي حميد ماشي هما هادو. إذا اعتبرنا بأن مذكرة
من ضمن ملايين المذكرات وحكمنا عليها ودرنا التقييم ديالها في الدرجات الدنيا، فكاين مذكرات يستدل بها من طرف الفقهاء، من طرف الأساتذة الجامعيين، من طرف القضاة. نمشيو للنسبة ديال الأحكام اللي تقدمت مؤخرا ديال حوالي 21% من الأحكام التي صدرت بنقد الأحكام المطعون فيها بالنقد. شكون كان سببها؟ كانوا سببها المحامين. العمل القضائي يتطور بماذا؟ يتطور بمذكرات المحامين وبمرافعات المحامين، وهذه بشهادة القضاة أنفسهم، لأن هناك واحد العلاقة ديال التكامل بين المحامين والقضاة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، وهنا كنقول لك التأليف ديال الرأي العام للمحامين. من كتجي انت كوزير العدل بمناسبة مناقشة المشروع ديال القانون ديال العدول، وكتقول خصني نحيد الودائع من كل المهنيين، وكتشرك كل شيء محامين وعدول وقضاة محامين وعدول ومتقين، علما أن المحامين لا يمسكون أصلا الودائع. شحال من عام؟ سنوات، من 2009. إذا أنت كتستغل الجهل ديال المواطن، بل بالعكس تساهم في استمرار الجهل ديال المواطن، بل تحاول تغليط المواطن بأن المحامين يتصرفون ويعبثون بالودائع. الحقيقة ماشي هي هذه. المحامون لا يمسكون أي ودائع منذ سنة 2009، لأن القانون ديال 2008 عطى الأجل ديال سنة باش نساليو هذا النقاش الودائع. ولات الودائع ممسوكة في حساب خاص لدى صندوق الإيداع والتدبير، تشرف على تدبيره الهيئة الإدارة ديال الحساب اللي هي كتكون من النقيب والمجلس ديال الهيئة. المحامي ما بقاش كيمسك الودائع، عيينا ما نشرحوه. علاش هو عارف؟ عيينا ما نشرحوه، عيينا هذا انا كنقول لك محاولة ديال التغليط. لا، لأنه الوزير العدل يعلم جيدا العمل الذي يقوم به، ويعلم جيدا بأنه في حاجة إلى الرأي العام. داك الشيء علاش كيلجأ للتغليط الرأي العام وكيستغل المنصة اللي هي المنبر ديال البرلمان. باقي كنقلب انا وياك، لا تغليط الرأي العام ولا واش تقدر تكون شي اهداف اخرى؟ لانه عارفكم انتم مع السكتوت واخا هو يغلطوا معك صحوا. نعم. اذا هناك اهداف اخرى. واش ما كيبانلكش من جمله الاهداف جوج؟ الاولى هو النيل من الشرف والوضع الاعتباري. دائما شي واحد تيبغي يفرشك، نعم كتكون واحد المقدمه، نعم، كنحيد لك لا كريديبيليتي، كنحيد لك الوضع، نعم، عاد كنزل قدام الراي العام. انت ذاك المحامي اللي كتبان السيد النقيب، عندكم واحد الثقافه والاعراض، عندكم واحد الهيبه وسط المغرب. تاريخيا المحامي عنده هيبه. دونك الا بغيت انا ملي غنبغي نهبطك مره، خصني اولا صورتك تقاس، داك الصوره ديال الامانه، الخيانه ديال الامانه، الودائع، عاد كيجي التشريع كيجي من بعد. هذا او واش ما كتظنش كاين حتى هذا اخر؟ ما نخليهاش هكذا، خصني نوض معاك باش نقول لك انا مقيد بهذا القطاع، غندابز معاك، غنستفزك، انا عارف الأطر. حيت هو واش هو وزير ما عارفش الودائع ما 2009 تحسمت. السي حميد، حبل الكذب قصير، حبل الكذب قصير. انا الان كنتكلم معك بصفتي محامي، وبصفتي في الولايه السابقه كنت عضو مجلس. عندنا 0 شكايات تتعلق بالودائع، 3 سنين وانا في المجلس، 0 شكايات تتعلق بالودائع. برافو ليك، هذا احصاء مزيان. اذا 0 شكايات تتعلق بالودائع، باش نكونوا واضحين، 0 شكايه. وهذا الشيء ما كاينش غير في القنيطره، بل على مستوى كل هيئات 17. ما اعتذرش ولا ملايين وملايير الودائع تسلم الى اصحابها دون ادنى مشكل، دون ادنى شكايه. علاش؟ لانه المجالس كتعامل بواحد المنطق بسيط جدا. وديعه كتدخل ذاك الحساب ديال اللي ممسوك لدى السي دي جي واللي كتشرف على التدبير ديال الهيئات، كتدخل الوديعه، ياتي المحامي بالوثائق او بالاحكام التي تثبت نيابه عن الموكل في حاله ما اذا كان هناك اتفاق يتم العمل به، في حاله ما اذا كانت هناك اتعاب مرجعيه يتم العمل بها، ويسلم شيكين، شيك للمحامي وشيك للمتقاضي.
اذا ما بقاش عندنا هذا المشكل الودائع، انتهى منذ 2009. علاش كنكذبوا؟ ما اعتذرش على هذا التصريح. الا كان كيتكلم على انه كاين مشكل الودائع، انا كنتحدى السيد وزير العدل يجيب لي عدد الملفات او عدد الشكايات او عدد المتابعات ضد المحامين المرتبطه باش بخيانه الامانه الودائع. هذا الشيء ما كاينش السي حميد، ما نبقاوش نكذبوا على بعضياتنا. واش المواطن الا غلطتي بهذا الشيء، خليني المواطن اللي ما فاهمش، هضري على المواطن الموكل، جيب لي موكل يقول لك عندي مشكل مع المحامي في الوديعه او المحامي كلاني فلوسي. ما بقاش هذا النقاش. انا باقي نسولك واحد السؤال عاوتاني، ما نقولوا حنا كندوروا فيه، ولكن هو دابا ملي كترجع المواقف ديال وهبي وهو في البرلمان كان ضد استقلال النيابه العامه هو، وكان عنده جولات في هذا الصعيد، وكان كيعتبر الى استقلت النيابه العامه كان كيخاف من التغول ديال القضاة، وكان عنده واحد المنطق في هذا الاتجاه. اليوم ملي كنشوف هذا التشريع ما كيخدمش المصالح ديال المحامين، علما وكاين واقعه قلتها في مناسبات اخرى وبقى تلقي بدلاله على هذا. في واقعه العفوره تحديدا هو يعني كمحامي ومستغل هذه الحصانه، وماشي استعملها غير في المحكمه الحصانه، استعملها برا في الصحافه. وعرفت نال من سمعه القضاء، وقال بان الهيئه اللي حكمت بمدينه العفوره كتلقى تعليمات من عند الضحاك، والضحاك حاطه البصري، وبالنتيجه الداخليه اللي كتحكم فيه. شكون اللي حماه؟ انا هذه الفكره كان شكون اللي حماه؟ كان نقيب زيان. نقيب زيان شد الشكايه ديال ودي ديال حسين القضاة وحقلاتها، وغيجي اقديم عاوتاني كنقيب ولا زيان وغيحميه، وغيجي النقيب الشرقاوي من وراه وغيحميه. اذا انت كمحامي حماوك المحامين في اطار وقفوا معاك في اللحظه اللي القضاء جابك، وخضع 4 شهور موقوفه التنفيذ في المهنه ماشي في الجنح، رغم ان تما فيها اهانه هيئه منظمه. وكنعرفوا عدد من المغاربه تقول انت ان القضاء كيتحكم فيه الفتيت، والبوليس هو اللي كيتحكم في القضاء، عبد النبوي كيتحكم فيه الفتيت، تقولها دابا بهذه المنطقه فين غتولي مواطن؟ هو ما قاصوش في هذا الشيء، مشاو له غف. سؤال علاش هو حماه المحامي واليوم حسب ما كتقولوا كينتقم من المحامي؟ وزير العدل الحالي السي عبد اللطيف وهبي ثبت من خلال الواقع انه اكثر الاشخاص تقلبا في مواقفهم، لا قبل ما يكون وزير والان، ولا حتى في الفتره ديال الوزاره، غير في علاقته مع المحامي. كل يوم نسمع كلام، كل يوم نسمع موقفا مثلا. والاخطر من ذلك نعطيك مثال. قال لي السيد عبد اللطيف وهبي في مؤتمر جمعيه هيئه المحامين المنعقد في طنجه في ماي الماضي، جا وكيقول لك انا اعتذر للمحامين الا صدرت مني شي الفاظ ديال الاساءه لهم، اعتذر. ونظر المحامون تقبلوها بستر رحب وصفقوا ليه، وجاي اليوم كتستغل منصه البرلمان وكتهين المحامين. فاش كتهين المحامون؟ في ردود افعال صبيانيه لا يمكن ان تصدر عن رجل عدل او رجل دوله يشرف على قطاع العدل. اكثر من ذلك. النقطه الثانيه ونرجعوا للنقاش ديال استقلال النيابه العامه. انا كنقول الحمد لله ان النيابه العامه استقلت قبل ما يجي وهبي. كون كان وهبي الان كوزير العدل مازال يشرف على النيابه العامه، علم الله واش كنا نقدروا نجيو عندك السي حميد ولا ما كناش نقدروا نجيو. دابا ما عنده بها حتى علاقه هو دابا، ما عنده بها حتى علاقه، ما كيشرفش عليها. النيابه العامه مستقله كليا، ونحمد الله على انها استقلت قبل ان ياتي وهبي، والا لا عانى المغاربه الويلات. ولكن علاش كتعاني معاه النيابه العامه؟ نعطيك انا محطات مثلا بشكل ينتقد الاعتقال. قال بان النيابه العامه ملي كيتعلق الامر بالمتابعه في حاله صراح قال لك تبقى تفكر حتى كتهبل باش تحط بنادم في البنيقه بسرعه قياسيه. هذه راه قالها. وشحال من مره قال حنا اعتقلنا عباد الله، وشحال من مره وحتى اثناء ملي كيكون هو طرف الدعوه يعني كنحسوا كاين محاباه كديرها له النيابه العامه تجاه المواطنين. مثلا المواطنين كيجيو من النيابه العامه، الا انت شكيتي اصير اجي اكد ما اكدتيش شكايتك الحفظ. هو ما كياكدش شكايته. النيابه العامه كتعفيه حتى البحث بلا ما دير بحث قضائي في القضيه ديالو هو. تصور ما كديرش بحث بحال القضايا الاخرى وكاين بحث دعوي وما كيجيو لا شهود لا والو. كيفاش تفسر هذا المنطق هذا؟ هو منطق
خاص به فقط. لا حيت قلتي الحمد لله ما عندوش النيابه العامه، انا كان واخا ما عندوش النيابه العامه. سي حميد، حنا تكلمنا على التصريح ديال لطيف وهبي، نزيدك واحد السؤال وقلنا هو الاكثر تناقضا واضطرابا في تصريحاته، الاكثر اضطرابا بين القول والفعل. السي عبد اللطيف وهبي اللي كتكلم عليه السي حميد دابا كينتقد النيابه العامه في انها تسرع في الاعتقال. انا كنتذكر في احد الملفات المعروضه امام المحكمه النيابه العامه احد المتابعين كان في حاله صرح، والنيابه العامه كتطلب الادانه، والمحامي السي عبد اللطيف وهبي كيلتمس اصدار العقوبه نافذه. عرفتي الملف ديالو؟ هاد الملف ديالك السي حميد نسيتي؟ والله ما في المرحله الابتدائيه جا كيطلب انه تكون العقوبه نافذه. وللاسف انا نقول لك راه فرق كبير بين السؤال، وبغيتك تركز معايا لاهميته. حزب البام كيفاش بان لك، كيفاش جاتكم هذه الخرجه ديال الامينه العامه، هذه الموسيقى يعني فاطمه الزهراء المنصوري؟ يعني المنطق، انت عندك اخر سنه في الولايه ديال الحكومه، والسنه هي سنه انتخابيه. كيفاش حزب غيدخل انتخابات بقات له ايام معدوده ولا اسابيع ولا قليل، كيضحي ب20,000 محاميه ومحامي، وكيضحي بالمغاربه كاملين من اجل شخص؟ المفروض الانسان اللي كيدير السياسه والصناديقيه اللي كتحسم وكيراهن على اصوات المغاربه راه غيمشي خصو يجيب المحامون عنده. كيفاش حزب جاء التصريح ديالو يصادم المحامون من اجل اتصال لفرد تقول لك هذا السيد راه غزال وخدام مزيان ومناضل؟ انا لفتك، انا بغيتك تفك معايا باللوز. في العالم اي حزب تيكون قريب يدير انتخابات كيبقى يدير مواقف، كيجور استمالات الناخبين. دابا المحامون 20,000 كلهم ضد وهبي، العدول كلهم ضد وهبي، غاء ضد وهبي، وكتجي انت حزب وكتنتصر لذاك. واش هذا الحزب كيراهن على شي جهه اخرى تعطيه الاصوات؟ سي حميد ما تنساش ان السي عبد اللطيف وهبي منذ المجلس الحكومي الذي صادق على المشروع ديال قانون المهنه وقرر احالته على المسطره التشريعيه، والسي عبد اللطيف وهبي يعيش عزله تامه. عزله، نعم، عزله تكرست في ما تسرب عن موقف الامين العام لحزب الاستقلال والوزراء حزب الاستقلال خلال المجلس الحكومي، وكذلك الموقف ديال بعض البرلمانيين المنتمين للاحرار في احدى الجلسات في البرلمان، واللي كانوا فيها وانتصروا فيها للموقف ديال المحامين. علاش حميد؟ راهم كيتكلموا على مهنه المحاماه، راهم ما كيتكلموش على اي مهنه. راه مهنه المحاماه هي احد اعمده العداله. راه العداله لا يمكن ان تقوم بدون محاماه قويه. يقدر يكون عندنا قضاء ومزيان وقوي ومستقل، ولكن ما يمكنلوش يقوم بالعمل ديالو على اكمل وجه الا بوجود محاماه حره مستقله. لهذا لاحظنا انه كاين واحد التعاطف كبير، لا من البرلمانيين ولا من الاحزاب ولا من جمعيه المجتمع المدني، حتى الصحافه الان كنشوفوها كتقوم بواحد المجهود اللي هو مجهود قوي. من اجل ماذا؟ لانه كتعرف قيمه المحاماه داخل المجتمع. السي حميد، المحاماه راه ماشي ولدت في المغرب، المحاماه هي رساله كونيه مبادئها المتمثله في الاستقلاليه والحريه والحصانه ديال الدفاع لم تاتي من فراغ، لم تاتي في ظهير 1993 فقط، بل استمدتها من الجذور الضاربه في التاريخ، الضاربه في تاريخ العداله العالميه. هذه هي مهنه المحاماه. لا يمكن لاي كان ان يغض البصر عن التاريخ، لا يمكن لاي كان ان يمس مكتسبات مهنه المحاماه، وهذه قاعده اساسيه في التشريع كرسها القضاء الدستوري لا على المستوى المغربي ولا على المستوى الدولي. القضاء الدستوري كرس مبدأ اساسيا بانه لا يمكن لاي تشريع كيفما كان
أن يمس بالمكتسبات. فين هو رئيس الحكومة؟ رئيس الحكومة غايب. رئيس الحكومة غاب، مصيبة غايب كليا. أنا كنقول لك المحاماة أو العدالة تدخل الأسبوع الخامس من الشلل ووزير أو لا رئيس الحكومة وكأنه ليس موجودا في المغرب. ليس موجودا في المغرب. هذا الشيء سي حميد انا كنقول ربما يثير الضحك، ولكن في قارة نفسي انا اقول انه يثير الغيظ. قال لك الشاعر: ولا تحسبن رقصي بينكم فرحا فالطير يرقص من شدة الآلام. انا شي هاد الضحكة والله العظيم تعرف ديالاش بديت بصح اشعر نخرج من الحال، اشعر بواحد دابا جاتني واحد كيفاش مرفق العدالة. تصور في شي دولة في العالم حابس وزعما المسؤولين غادي والمغرب غادي لا كيف عاد شنو يروح خاصك تكون في الحبس باش تعرف قيمه داك المسكين اللي كيتسنى يمشي عند القاضي. انا نعطيك واحد في المغرب ولات عندهم عادي. زعما جريو طوالكم تتعيا وترجعوا. انا نعطيك واحد الصوره سي حميد. هذا الاضراب او لا التوقف الشامل عن اداء المهام ديال الدفاع راه ما كيمشي على المحامين كيتمسوا ومستعدين يضحيو المحامين مستعدين للمزيد من التضحيات، مستعدين يبقاو اشهر اخرى بدون عمل. صحيح. علاش؟ لانه هنا لابد من التنويه بما يقوم به السيد رئيس الجمعيه، بما يقوم به الساده النقباء، بما يقوم به الساده اعضاء مكتب الجمعيه، بما يقوم به عموم المحامين على مستوى المغرب، لانه كاين واحد الاجماع لم يتحقق في تاريخ مهنه المحاماه. علاش كاين هذا الاجماع؟ لانه وصلت العظم من غتحيد المحامي الاستقلاليه وتحيد الحصانه بحال اللي كتعريه من حوايجو وكتقول له سير عريان. وهذا الشيء لن يقبل به اي كان. رجعوا للتاثيرات ديال التوقف عن العمل باش نرجعوا، ولكن خليني نقول هذه المعلومه البارح استقيتها والله العظيم اخويا وحسيت بالفخر. تصور اكثر محامون كاملين الحمد لله كتواصل معاهم كاين تشبت، ولكن انا اللي ثار انتباهي شي اكثر المحامون تضررا على الصعيد المادي مساكن وما عندهمش. كاين محامين عاد الشيء قال لك والله لن نتخلى ولو نجوعوا. تصور قسما بالله البارح من ورا درت واحد الحوار مع السيد طبيح وكانت عندي اتصالات معه واكتشفت هذا المعطى. المحامون مساكن اللي وضعيته الماديه خلي دابا اللي يقولوا مريبق ولا جام ولا والو. مسألة كرامة. حميد انا الصباح قبل ما نجي عندك في هذا الصباح كنا جالس مع زملاء اللي هما مبتدئين، كاين اللي ترسب فيهم عاد 3 شهور، كاين اللي ترسب فيهم 6 شهور، كاين اللي ترسب فيهم عام. كيقول لك ما عندناش مشكل استمروا 6 شهور اخرى يلاه من اجل محاماة قوية. لانه هذه مغامرة ماشي مغامرة. انتوما دابا تصور الله يحفظ دابا الناس تصور ان غدا المغاربه يخرجوا غير حيدكم انتوما راه يولوا الموكلين دابا يفكروا. انا غنجاوبك السي حميد. شكون اللي كيراعي او خصو راعي؟ المحامون طبعا كيراعيو الموكلين ويتألمون لما يلحق بالموكلين من اضرار. ولهذا المحامين باش تعرف على المستوى الوطني ما مفرطينش في مصالح الموكلين، خاصة على مستوى المساطر الاستعجالية، خاصة على مستوى المساطر المرتبطة بالأجل، طعون، تعرض، الاستئناف، النقد، الاستجابة لمضمون الإنذارات. هادشي كل المحامون القولي الحل. علاش؟ لأنه كيشوفوا كاين مصالح ستتضرر ولا يمكن تداركها، ولكن الأمور التي يمكن تداركها راه حنا كنعالجوا فيها بما هو ممكن وبما لا يمس هذه المعركة التي نخوضها. أين أنت يا وزير العدل؟ أين أنت يا رئيس الحكومة؟ نتكلموا على الأضرار، تكلموا عن المحامين يعانون، تكلموا عن المواطن. واش كتعرف شنو هي معنى أنه المواطن جاي كيضرب طريق من مناطق بعيدة وكيوصل للمحكمة وكيرجع؟ لأن المحامون ديال الإضراب إياه، ولكن المسؤول من؟ المسؤول وزير العدل، المسؤول هي الحكومة. ثانيا التكلفة المادية والتكلفة المعنوية التي ستؤديها الدولة. نتكلموا على التكلفة المادية. واش كتعرف السي حميد شنو هي؟ أنه غرف الجنايات في المغرب كامل مئات بل آلاف الملفات وآلاف المعتقلين ينقلون بسيارات الشرطة وبسيارات الدرك من مناطق بعيدة إلى المحكمة ويتم إرجاعهم. لأن هذه التكلفة المادية شكون يؤديها؟ مادية ونفسية. نتكلموا على التكلفة المادية الأولى. المازوت
المازوت، الطوموبيل، المخاطر ديال الطريق، المخاطر الامنيه اللي كيعانيوها رجال الشرطه والدرك الذين يقومون بنقل المعتقلين ويعودون ادراجهم. هذا فيما يخص الجنايات. فيما يخص المعتقلين ديال المفات ديال الجناح، كتجي معتقل تصور كتجي فيق بوليسي مع 7 الصباح باش ينتقل، باش يهز المعتقل ويديه للسجن. 50 60 80 معتقل ويعاود يرجعوا ويتاخر من في اسبوع ويعاود يجيبوا ويعاود يرجعوا. هاد التكلفه شكون كيعديها؟ كتخرج من الاموال والميزانيه ديال الدوله. اين انت يا اخ النوش؟ اين انت يا وزير العدل؟ علاش المواطن رخيص؟ نزيد بالله، علاش رخيص؟ نزيد النقطه ملي كتقول لي هكا، عرفتي شنو انا دابا راك عرفتي اش درتي ليا؟ نعم. انا حيت انا رجعتيني كنتفكر دابا كنجي انا للحبس نهزك مع 6 ونتم غادي بك وكاين اللي خص دوك الانسولين، كاين اللي الدواء، كاين اللي عنده زياره، كاين اللي عنده تصور وما كاينش المحكمه. ما كاينش محكمه، تجي وترجع بحالك. ووزير العدل عارف هذا الشيء ورئيس الحكومه عارف هذا الشيء. وعاودوا مخكم، عاودوا مخكم، ما مسوقينش للمواطن. كانوا مسوقين للمواطن ما يوصلوش هذه الحاله. اجي المحامي يدير اضراب، شنو المشكل؟ غنحلوا هذا المشكل. واش الممكن المحامي شنو كيطالبوا في الميف كامل؟ شنو كيطالبوا؟ كاين الثوابت، احترام الثوابت. عاد نجيو بالجزئيات. الثوابت هي حصانه واستقلاليه، ما يمكنلكش تمثلي بهم. واش هادو باغيين، واش وزير العدل باغي يرد النقباء برقاقه عنده؟ النقيب برققليه محامي ترسم، النقيب برققليه محامي انتقل من المكتب، النقيب برققليه المحامي فسخ المساكنه. شاد انت تفسخ المساكنه او فسخ المساعده او المحامي انتقل من زنقه الى اخرى، اش غدير به انت؟ متبعوا باش تولي تحت. اذا انت باغي ترد النقباء بقيمتهم وبجلال قدرهم الى مجرد اشخاص مسخرين ينقلون اخبار المحامين واخبار تحركات المحامين واخبار علاقات المحامين الى السيد وزير العدل المحترم. من اجل ماذا؟ شنو الفائده؟ شنو غيستافد المواطن الا غتقول له انه المحامي عيط بالعربي انتقل من هذه الزنقه هذه الزنقه؟ شنو يستافد من المواطن؟ اش غتستافد من وزاره العدل؟ غتقول لي انه المحامي الفلاني فسخ عقد المساكنه مع المحامي الفلاني، شنو يستافد وزير العدل؟ النقيب غيولي خدام عند وزاره العدل، ما غيبقاش نقيب. لا سي، النقيب وسط الجسم المهني هو شخص له مكانة اعتبارية خاصة وسط المحامين ووسط جسم العدالة. واحد النقطة سي رشيد نوضحوها، واش كاين في المشروع الجديد إمكانية ديال أن القاضي يحيل المحضر على الوكيل العام بلا ما يحيل على النقيب؟ لا سي حميد، هذه النقطات من الاحتفاظ بها بنفس الصيغه السابقه. ضروري النقيب يمشي عنده كيتحل المحضر للنقيب ونسخه من المحضر للوكيل العام. حيت قالوا لي كاينه شي ماده تما ممكن في حالات. لا، هنا هذه النقيب الا ما اختار حتى اجراء، هنا الوكيل العام كيحيل الملف مباشره الى غرفه المشوره وهو الذي يسطر المتابعه. هذا من ضمن النقطات الجديده اللي ما كانتش. رشيد، من جمله الاشياء اللي بغيتك ثاني خلقها شويه ديال الجدل هو تحديد الاتعاب. تحديد الاتعاب فيها نقاش. واش ما كيبان لكش خاص لان كاين الناس بصح كيمشيو عن كيلقاو النقيب، كاين النقباء اللي كينتصروا للمحامون وكيظلموا المواطن في الاتعاب، في تحديد ديال الاتعاب. واش ما كاينش هذا المشكل؟ سي حميد، هذا كذوب كيتروج على المحامي، هذا كذوب كيتروج على المحامين. وانا نعطيك معطيات وغتقول لي هذا الشيء راه تخرق. ناخذ الدائره الاستئنافيه ديال قنيطره. الدائره الاستئنافيه ديال قنيطره اللي كتشمل فيها المحامون ديال قنيطره، المحامون سوق الاربعه ديال سيدي يحيى، المحامون ديال سيدي قاسم، سيدي سليمان، وحتى المحامون ديال وزان والمحامون ديال جرف الملح او حد كورت. اذا 7 او 8 ديال المحاكم الابتدائيه والمراكز ديال القضاء المقيم. هاد المحامون اللي كيمارسوا هنا شحال عدد القضايا السي حميد؟ واش كتعرف؟ هي تكلمنا غير بإحصائيات تقريبية بسيطة حول عدد الملفات المحامين، غنلقاو حوالي ما بين الجنحي ونزاعات الشغل والمدني والتجاري والإداري والجنايات والأحوال الشخصية، غنلقاو حوالي 100,000 قضية. 100,000 قضية هذه غير تقريب ديال عدد المحامين الذين ينوبون. يعني إلا بغينا نتكلموا 100,000 قضية. شحال عدد النزاعات اللي وصلت 2025 بين المحامي والمتقاضي اللي وصلت النقيب او وصلت غرفة المشورة أو وصلت
على المكتب الرئيس الاول في اطار الاستئناف عدد لا يصل حتى الى 150 ملفا. شوف لي السي حميد، 100,000 قضيه تروج في السنه فيها 150 نزاع حول الاتعاب، عدد تافه. هذه الاولى. ثانيا، انت كمتقاضي علاش كنوضوا دائما انه المحامي هو الظالم؟ علاش ما نوضوش ان المحامي مظلوم في اللجوء الى تحديد الاتعاب؟ المحامي كيتظلم كثيرا من طرف بعض الموكلين، وكنتسامحوا السي حميد. الا جيتي اختاريتي اي مكتب محامي قول له اعطيني واحد 100 ملف نطالع عليها دابا، غتلقى هاد الملف كتسال فيه 2000 درهم، وهاد الملف كتسال فيه 4000 درهم، وهاد الملف كتسال فيه 10 درهم، وهاد الملف كتسال فيه 20 درهم، وهاد الملف كتسال فيه 50 درهم، وهاد الملف كتسال فيه 20 مليون. ورغم ذلك المحامون ما كيلجؤوش لتحديد الاتعاب. ولكن اللحظه اللي كيلجؤوا لتحديد الاتعاب وكتكون ما كاينش خيار اخر بعد استنفاد جميع الطرق الحبيه كيلجؤوا لتحديد الاتعاب، كتجي كتقدم النقيب، ها المشكل عندي مع الموكل، ها عدد البساطير اللي تينوبتوا فيها ولم يؤدي اتعابي، توصلت منهم مبلغ ديال التسويق او مبالغ متفرقه، ها القيمه ديال الاتعاب اللي توصلت بها. السيد النقيب الله يجزيك بخير قدر لي تحديد الاتعاب ديالي، هذا الموكل ديالي راه بغاش يكمل الاتعاب ديالي وكطلب واحد المبلغ، كيجي النقيب كيفحص الملف وكيقدر لك الاتعاب. لا، قبل ما يقدر لك الاتعاب كيتبلغ الموكل بالطلب تحديد الاتعاب، كيقول له جاوب، عندك الاجل الله يجزيك بخير واحد 5 يوم او شهر جاوبني هذا الشيء كيقول المحامي. وكيجي المواطن كيقدم شنو عطى للمحامي، شنو كذا وشنو كذا، كيجي النقيب كيدير واحد التقدير ديال الاتعاب. هذا النقيب ملي كيقدر الاتعاب فين كتمشي؟ كتبلغ الموكل، كيبلغ الموكل كيمشي للمحكمه ديال الرئيس الاول لمحكمه الاستئناف، يشرف عليه الرئيس الاول شخصيا او من ينوب عنه، كنطعنوا قدامه كيطعنوا قدام الموكلين. هذا رئيس اول نعطيو الاحصائيات شنو هي الملفات اللي كتخفض فيها الاتعاب؟ نادرا جدا، اغلبيه الساحقه ديال الملفات اللي فيها الاتعاب كيكون فيها رفض الطعن ديال الموكل. علاش؟ لانه الرئيس الاول او من ينوب عنه اللحظه اللي كيجي وكيشوف الموكل شنو قدم المحامي وشنو قدم الموكل كيصدر حكم قضائي. اذا علاش كنبقاو نتكلموا على المحاباه ديال النقيب؟ هو الامر يعرض بين القضاء. صحيح. علاش نبقاو نكذبوا؟ صحيح. كنتكلموا على المحاباه وهي ما كاينش محاباه. واضح سي رشيد. سي رشيد، ما العمل؟ واش يبقى هذا الشيء هكا؟ انا كنقول حسب قراءتي للواقع وحسب قراءتي لمواقف الزملاء والزميلات على المستوى الوطني، هناك إصرار لم يسبق له أن تحقق على الاستمرار ديال النضال. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية هو إصرار ديال السادة النقباء والسادة أعضاء مكتب الجمعية ومختلف أعضاء مجالس الهيئات على الاستمرار ديال النضال من أجل سحب هذا المشروع. السي حميد، راه ما كنتكلموش على الجزئيات اللي يمكننا نتفاوضوا عليها او اللي يمكننا نتنازلوا عليها، كنتكلموا على الاساسيات، على التوابع ديال هذا المعامله. قال جيبوا لي في قسط الاستقلاليه في قسط الحصانه، قال لك بحال اللي انتم عا شاد الغنان، ما عندكم حتى شي ارضيه، ما عندكم حتى شي ورقه، وحتى السي ما عرفتش واش نجبد معك هذا الموضوع ولا لا. ذاك المجلس ديال سعد بن سقيفه نعم واحد المجلس كان احد النقباء السي الشهبي حساب يعني، وقالها في التوضيح، قال بانه مكتب الجمعيه ما عنده لا ورقه، بحال الناس شاد الغنان، ما عندهم لا تصور، ما عندهم لا حتى شيء. ومضحك فعلا ان نتحدث عن المحامون ليس لهم تصور وليس لهم ورقه. واش دابا هذا السيد وزير العدل واش كيضحك على راسو؟ لا، هذيك او هاد الناس اللي كيتكلموا بلسانه كيضحكوا على راسو، كيتهضروا بلسانه، لانه هو اللي كيقول هذا الكلام. السي حميد، مكتب الجمعيه عقد اكثر من 40 اجتماعا مع السيد وزير العدل تم فيها التوافق على مجموعه من الامور وتم التراجع عليها. بالله عليك السي حميد، الا كنا كنتكلموا على وزاره العدل
في القانون الحالي وردت في مقتضيين. المقتضى الأول متعلق بالولوج، والمقتضى الثاني المرتبط بالسماح للمحامين الأجانب في القضايا الخاصة. الآن وزارة العدل ولات شد المحامي الورقة والستيلو من نهار دخل، ماشي من نهار دخل، من نهار فكر يدير المحاماة. إذا وكتكلمي على الاستقلالية، أنت عمرتي المشروع ديال قانون المهنة بوزارة العدل تدخلوا هنا وتدخلوا هنا وتدخلوا هنا وكتكلمني في نفس الاستقلالية. ماشي هو، أنا كنتكلم على المشروع السي حميد. لا واحد القضيه خصكم تقولوها باش نعم. شوف الحكومه هو قالها بالكلير، ما عرفتش علاش ما كتجاوبوش، قال بكلمه غريبه الاطرق وما عرفت نعتبرها له شجاعه ولا وضوح ولا نعم. قال لك انا كنت بلاصتكم كنت غندير ندير الاضراب بحالكم، حيت موقعي كوزير ما غنديرش، بمعنى راه قال لكم عندكم الحق، متفق مع داكشي ديالكم. سي حميد هذا سميتو الانفصام في الشخصيه، راه خطر تصريح لي، راه انفصام هذا في الشخصيه، هذا راه انفصام. كنت انا بلاصتكم ما يمكنناش نتكلموا على انه واذا انت كتقول لي عندي الحق، ايوا اذا كتقول لي عندي الحق صحيح داكشي، نقول لك ماشي انا، اذا انت عارف انه يمس بالاستقلاليه، اذا انت انا عارف انه يمس الحصانه، اذا انت عارف ان المطالب المحاماه صحيحه. قالها شي حميد هضرنا فيه وتكلمنا فيه والسيد وزير قال العدل لك التشريع اخويا لفائده البرجوازيه، راه ماشي لفائده، حنا في نظام راسمالي، قال لك كنشرعوا لفائده البرجوازيه. هذاك جا في سياق اخر ديال هذه خطر ديال القانون ديال تعويض عن حوادث السعر، وهذا كارثه بوحده. هذا كارثه بوحده. السي وزير العدل تكلم على حمايه المصالح المواطن. واش كاين شي مواطن كيسوى 18000 درهم ضربوا طوموبيل يموت يدي 18000 درهم او 20 درهم او 25 درهم؟ واش هو المواطن المغربي؟ واش كاين شي مواطن كيتقطع له دراعو؟ كاين تمييز بين من يتوفر على مداخيل بالملايين وبين المواطن العادي، هذا هو المواطن. ثانيا غنرجعوا السي حميد النقطه اللي تكلمت عليها في الدار البيضاء. الدار البيضاء ما رشح عن ذاك الاجتماع، واللي هو اجتماع كيف ما قيل اجتماع اخوي يربط بين او يجمع بين الزملاء، اجتماع لا يمكن باي وجه من الوجوه ان يكسر اراده المحامي، لانه هاد الدار البيضاء اللي كنتكلموا عليها كاين الاضراب الان او كاين التوقف بنسبه 100%. ما معناه؟ بان الدار البيضاء موحده، بان الدار البيضاء تنبض بحب مهنه المحاماه، بان الزملاء في الدار البيضاء لا على مستوى الجمعيه العموميه ولا على مستوى المجلس ولا على مستوى ناقبهم ماضون فيما يمضي فيه كل المحامون المغاربه من اجل صون كرامه واستقلاليه وحصانه مهنه المحاماه. كيبان لك حضور رمي تما. انا حسب المعطيات اللي عندي ملي خرج من الوزاره ما كيترافعش، انا ما يمشيش للمحكمه، انا الامر لا يترافع. اذا سي حميد صعيب عليا نتكلم على ما جرى في لقاء خاص اللي هو لقاء ماشي مؤسساتي، ولكن انا تكلمت غير في حدود ما رشح من موقف للاستاذ النقيب الشهبي، موقف لقي ردة فعل عنيفة من طرف المحامين الدار البيضاء اولا ومن طرف المحامين المغرب. هو اللي كينوب على علاش؟ لانه النزاهه والكرامه والشرف والدفاع عن مهنه المحاماه هي عندما نصطفوا من اجل الدفاع عن استقلاليتها، من اجل الدفاع عن حصانه المحامي، ماشي من اجل كسر اراده المحامون. الشجاعه والقوه وقوه الموقف ورزانته تكون عندما نبدع في اساليب، ولكن هذا ماشي قمع، عندما نبدع في اساليب من اجل صون ثوابت مهنه المحاماه. واش دابا هذا ماشي السيد بغى يعبر على رايه، واش ماشي نتوما ديكتاتوريين ما يهضرش رايه هذاك يعبر على حريته؟ احنا ما قلناش ما عبرش، كرد فعل عنيف ما كاينش، ما قلناش انه ما يعبرش، يعبر من حقه، ولكن باش يتكلم باراده المحامون امر غير مقبول.
امر غير الناقب مقبول. الممارس هو اللي خصو يهضر. الناقب الممارس هو من يمثل مهنة هو المحاماة، يمثل- خاصة وهذه النقطة مهمة وأساسية، خاصة أن السيد النقيب الشعبي وكذلك السيد النقيب درميش مع كل احترامي لهما هما أعضاء مجلس. دابا هما طبعا أعضاء مجلس في هيئة الدار البيضاء. إذا أنتم كتجيو تعبروا المجلس ديالكم اللي هو مجلس هيئة الدار البيضاء اختار أن ينصاع إلى نبض المحامين. حميد راه لا النقيب ولا النقباء المنتخبين ولا اعضاء المجلس المنتخبين لا يمثلون انفسهم، يمثلون اراده المحامين. صحيح. الشجاعه والقوه والمصداقيه والجراه هي ان ننفذ وننزل اراده المحامين وليس ان نعاكسها. ثانيا السيد النقيب الشهبي او من يجري خلفه عندما يتحدثون على أنه هذا التوقف لن يأتي بنتيجة، من أو ما هي الوسيلة التي سندافع بها عن مهنة المحاماة؟ البرلمان. تصور معي السي حميد، هذا القانون غدا تعرضنا للبرلمان. يقول لك اللي جا البرلمان. جنا البرلمان دوزوه في 48 ساعة وتحيلوا للمجلس الجلسة العامة ويتم التصويت عليه. والله إلا بحال اللي كتشوف فيها. إذا هادشي كله يمكن يدار 15 يوم. وراك شفتي القانون ديال المجلس الوطني للصحافة فاش دوزوه؟ هما كاين شي أسبوعين. فين غتوقف؟ شنو هاد الأسبوعين السي حميد؟ وراه عطلات ليست كافية حتى لعقد اجتماعي لمكتب الجمعية، ليست كافية حتى لتهيئ وقفة. شنو نديرو؟ يقول لنا راه حاولوا البرلمان صدقوا عليه، شنو نديرو؟ إذا نحطوا البدله ونمشيو بحالنا. أنا كنقول المحامون عندما لجأوا إلى هذا الخيار نعطيك معلومة ولن يحال على المحكمة الدستورية على حساب تواصلت أنا مع بعض المسؤولين يعني ديال الأحزاب. المهم واحد سي حميد لا يمكننا، أنا كنقول المحامون في هذه المعركة لا يمكن أن يراهنوا إلا عن ذواتهم، إلا عن أنفسهم، إلا عن مؤسساتهم. لماذا؟ لأنه كانت المحكمة الدستورية كتدفع في هذه البلاد كنت حال عليها القانون المسطره الجنائيه، وشتي اللغط اللي خلق القانون المسطره الجنائيه وها هو داز رغم ان فيه الكوارث الدستوريه هو كيطبق على المغاربه حتى واحد ما قد يحيلو. لا غير باش تفهم ربما تفهم السياق، لو كانت كتنفع المحكمه الدستوريه يعني يكون حاله. لا ما كنقول لو كان كينفع الوجود ديالها. كيفاش كينفع الوجود ديالها؟ هي اللحظه اللي كيحيلوا القوانين ديالها. راك شفنا مثلا في المجلس الوطني للصحافه تحل ليها رجع، شفنا قانون المسطره المدنيه تحل ليها رجع. اذا علاش المحكمه الدستوريه ماشي آلية أوتوماتيكية؟ لا، آلية تخضع لتوازنات ما ولرغبة سياسية ما. هادشي ما كيمكنناش نضمنوه كمحامي. سير شي نختمو أنا وياك ضروري، ما عرفتش باش غنختمو. مرحبا. بإيش؟ باش ما بغيتي. إيش؟ أنت كنت شهيد عيان على ديك مجزرة إيش. مجزرة إيش. بغيت غير نسولك فين وصل داك الشيء؟ درتي شكاية قالوا لي؟ واش نقول لك، حطينا الشكاية سي حميد. حطيت انا في نوفمبر. بقات عند السيد وكيل الملك لمده ديال قنيطره. لا السيد وكيل الملك ديال الحكام تاعي بالرباط. الرباط بقات اكثر من شهر. في النهار الاول يلا وضعت الشكايه في شهر 11 صيفطوا لي رساله نصيه SMS كيقولوا انا الشكايه ديالك مشات للبحث. كنمشي نسول عليها فين كاين، مازال ما خرجتش، مازال عند السيد وكيل الملك في المكتب ديالو خاص. نعم. وبقينا اكثر من شهر وزياده وهي عنده في المكتب الخاص. وهي عنده في المكتب ديالو. راج واحد النقاش في واحد الموقع حول الماء هذه الشكايه، جاتني رساله ثانيه SMS بان شكايتك تحالت للبحث الشرطه القضائيه. شنو اليوم حنا في اليوم الاربعاء. اول امس الاثنين مشينا عند الشرطه القضائيه ما وصلتهمش، مشينا عند لولايه الامن ما وصلتهمش، يعني لا زالت في النيابه العامه. شنو كدير في النيابه العامه؟ الله اعلم. حنا دابا في لحظه اضراب اخذ توقف العمل، نهار اللي غيسالي هذا التوقف العمل ويسالي المشاكل. رشيد ايت بالعربي، محامي بهيئه القنيطره، لك عظيم الشكر
على أمل نتلاقاو في فرصة أخرى، بحول الله تكونوا رجعتوا للمحاكم. زعما هذا هو نداء احنا في هذا الموقع ديال بديل. كنتمناو من الله عز وجل ترجعوا يعني الى المحاكم من اجل ماشي غير المتقاضين وماشي من اجل الوطن، لان هذا الشيء هذا كيضرنا صراحه. انا كنت مع الاستاذ طبيح وقال واحد الفكره، يعني صوره المؤسسات، صوره البلاد اللي كتحس بالعداله حابسه مع كامل الاسف. إلى هنا نصل إلى ختام هذا الحوار حول شلل المحاكم المغربية وتداعياته على العدالة والمتقاضين. شكراً للأستاذ رشيد آيت بالعربي على هذه التوضيحات، وشكراً لكم على المتابعة. إذا أعجبكم هذا النقاش لا تنسوا دعم الفيديو بالإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. نلتقي في حلقة قادمة من الشأن السياسي.